بيبدأ فيلم النهاردة بصقر بيجي وبيطير من فوق سور الصين العظيم، وبنلاقي فيه خطاطيف بتترمي على الحارس اللي موجود على السور عشان يقتحموه. فالحارس بيحاول يمسك النار عشان يعرف باقي أصحابه إن في حاجة مش مظبوطة وإن فيه هجوم. والملك بيصحى وبيظهر شانيو قائد الأعداء عشان يشكر الحارس إنه عرفهم إن فيه هجوم. وبنروح للملك وبنعرف منه إنه كان عارف إن شانيو قائد الأعداء عدى الحدود، وهنا بيقرر الملك إنه يجمع من كل عيلة راجل علشان يحاربوا معاه. وبعد كده بننتقل لمولان وبنشوفها وهي بتكتب العادات والتقاليد اللي مامتها قالت لها عليها عشان تروح للخطبة عشان تجيب لها عريس. وباباها كان قاعد وبيدعي عشان الخطبة توافق وتجيب لمولان عريس. وبنروح بقى للجدة وهي بتطمن مامتها وبتقول لها إن مولان بنت جميلة وهتلاقي عريس كويس، وإنها هتبعت معاها صرصار الحظ عشان يجيب لها عريس. وبعدها